الباريز، وقبل ذلك ايضا مع خيمينيز مدرب فريق اشبيليا الذي اقيل، وبعد ذلك اتى انطونيو الباريز. انطلقت ميسي، وصلت الى كيتا. كيتا يحول الكرة في الجهة اليسرى الى ماكسويل. كان متوقع، والبعض بل البعض كان يتمنى ان يتواجد هذا اللاعب ماكسويل، اللاعب الشاب لاعب فريق برشلونة مع المنتخب البرازيلي، لكنه غاب عن المونديال. لم يستدعي طبعا كارلوس دونجا مدرب المنتخب البرازيلي. بيدرو انطلقت بيدرو مرة من الاول ويتقدم هدية من مدافع اشبيليا. بيدرو يتقدم ومدافع اشبيليا يحرز هدف بالخطأ في مرماه، لكن الحقيقة ان انطلاقة بيدرو كانت ممتازة. مر من الاول ومر من الثاني، سدد الكرة ولو هنا ضعيفة، اصطدت في مدافع فريق اشبيليا، وبالتالي كان الهدف الاول لمصلحة برشلونة. لاحظ وتابع وشوف المدافع وين، هذا الاول وهذا الثاني، وتقدم. ولاحظ الكرة وين اصطدت بهذا الشكل في المدافع كونكو، وبالتالي كونكو يقدم هدية لبرشلونة بعد المحاولة الممتازة اللي قام فيها بيدرو بهذا التقدم. بيدرو لعبها أرضية تصطد في المدافع كونكو الفرنسي، وبالتالي كونكو هدف بالخطأ في مرمى، والهدف الأول لمصلحة كبير من جانب فريق اشبيليا، لأن أحرز 3 أهداف. ممكن الثاني ظهر ميسي، بان ميسي، انفرد ميسي، وصل إلى مرمى طالب وسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. الفريق الكتالوني يتألق الآن. شوف يعني والله تقريبا كل ربع ساعة، أقل من ذلك، كل ربع ساعة على مرأى من رئيس النادي الجديد، وبالتالي الرئيس حتى هو السيد ساندرو روسيل يشاهد ويناظر لاعب الأكيد المفضل ميسي، ولاعب الجميع في أرجاء العالم. ميسي ينفرد ويتقدم، وهذا اللاعب ما يلاعب على الإطلاق. هو ينفرد، هو يصل، هو مباراة نهائية وفي مكان جميل جدا اللي هو الكامب نو. دانيال ألفيش ينطلق الآن، يتخلص من لاعب ممكن تكون أخطر، وصلت بهذا الشكل. الله، واحدة أرضية، واحدة فوق، واحدة يعلقها في سقف المرمى، وبالتالي دانيال ألفيش. يا سلام يا البرشا، يا سلام يا ألفيش، يا سلام على الكلام يا ميسي. واحدة، شوف الهدف الثاني أرضية خلاص في مرمى طلب. الهدف شوف لاحظ الانطلاقه، خلاص هدى شاهد، ناظر بينيه، وين حطها؟ لاحظ وين حطها، في سقف المرمى. ما حد، لا المدافع لا الحارس ولا اي كائن ما كان يستطيع ان يفعل شيء. شوف وين رفعها، خلاص رفعها بهذا الشكل في المقص الايسر. ميسي يسجل الهدف الثالث لبرشلونه. والله انا كنت اقول انه والله ربع ساعه ما سجلوا، لا خلاص يمكن ربع ساعه جول برشلونه. كرة ممكن والله دقيقتين 3 لا اعلم، لكن هنا كرة بينيه وصلت في الجول. خلاص ميسي هاتريك، برشلونه بطلا لكأس السوبر الاسبانيه. والله الارجنتينيين شو يقولون عاد الحين؟ هاتريك لميسي، وعلى مرأى الرئيسين السيد ساندرو روسيل الجديد والرئيس الأقدم السيد خوزيه ماريا ديل نيدو، لأن رئيس 8 سنوات السيد ساندرو روسيل الرئيس الجديد. لكن شوف هي والكرة البينية، 1 2 3 خلاص جول، 1 2 بين 3 كبار.
من بين العمالقة الثلاثة الكبار. شوف، واحدة من فيا، ثانية من انيستا، ثالثة من ميسي، الثالثة في الجول وهو الجول الرابع. 4-0 لبرشلونة وفي الوقت بدل الضائع، وبرشلونة إلى جدا جدا لجوارديولا ورفاقه الآن ولاعبيه ومشجعيه وأنصاره، وابتسامة عريضة أيضا من الجديد في صفوف الفريق دافيد فيا، وهاتريك ميسي الآن يضع برشلونة في الصدارة ويضع برشلونة، يعني سجل هدف والآن هدف 5-3 بالرغم أن اشبيليا يعني كان قد قدم. هنا ابراهيموفيتش يبتسم طبعا، ابراهيموفيتش بالرغم من عدم المشاركه وبالرغم من ان الاحاديث كثيره راح تكون حول انتقال هذا اللاعب، لا اعلم الى ايطاليا، ممكن الى ميلان، لا اعلم مثلا الى انجلترا مانشستر سيتي، لا اعلم، ربما وجهه اخرى، ربما يظل. ننتظر لغايه نهايه الشهر الحالي لمتابعه اخبار نجم برشلونه ابراهيموفيتش. ولكن نجوم برشلونه كانوا واصبحوا ولا زالوا برشلونه بلاعبيه، يعني بما يقدمه ايضا من لاعبين ناشئين قادرين في مختلف الخطوط على التقديم الالقاب بالرغم من المغادره في تصوري يعني اعتياديه او طبيعيه لتيري اونري ولماركيز. الان أيها الأعزاء مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، هذا الفريق الأندلسي نبص ورفاقه أنهم يأتون ويعودون بالميداليات الذهبية، ولكن يعودون الآن بالميداليات الفضية، وطبعا هم خسروا المباراة ورئيسهم النتيجة ربما تكون يعني كان الرئيس رجل الأعمال والرجل الذي يدير النادي، يعني بزنس، كله بزنس في بزنس، كله فلوس في فلوس، كله ملايين في ملايين، لكن ربما حالة اشبيليا ربما تكون مغايرة مختلفة يعني إلى حد ما من جل بعض اللاعبين، واللاعبين هنا حاضرين، ودولبوسكي أيضا حاضرا، من المئات الآلاف قد تتحول إلى عشرات من الملايين من الدولارات. دولبوسكي حاضرا، بويول حاضرا، بيكي يبتسم، شافي الرائع، فيكتور فالديز المرتاح، ولكن الدولي بطل العالم، يعني يكون من ضمن التشكيلة الفائزة في بطولة كأس العالم. بعد ذلك سيرخيو باسكيتس، دافيد فيا، ومن يكون رئيس لبرشلونة على انه يحضر نفسه لكي يكون كاشف، لكي يكون مستعد للفوز باللقب، يعني السيد ساندرو روسيل هو الاخر، يعني هذا لقب، ولكن برشلونة يبحث عن اللقب. هذا بنتو الحارس الاحتياطي كان متوقع مشاركته، ولكن يعني فضل جوارديولا ان يشرك الحارس الاساسي. ابتسامة عريضة وكبيرة حتى لأدريانو اللاعب الجديد، ولماكسويل ولكيتا ولبيدرو والأنصار في الجو الجميل، الملعب الجميل الحقيقة، الكامبانو اللي يبدو في أفضل حالاته وأجمل أيامه عندما يفوز برشلونة على وجه التحديد، يعني في مباراة يلعبها على أرضه وبين جماهيره يتوج فيها بطلا. أكيد الابتسامة تكون عريضة، أول ابتسامة عريضة لرئيس جديد السيد ساندرو روسيل بسن 46 سنة، الرئيس الجديد مع اللاعب الجديد طبعا أدريانو، مع اللاعب الجديد دافيد فيا، مع برشلونة في الموسم الجديد بكأس السوبر الأسبانية. الكأس تظل في الكامبانو إلى الرئيس أولا، وإلى حامل الألقاب، وإلى حامل الدروع، وإلى حامل كأس العالم، وإلى حامل كأس الأمم الأوروبية، وإلى حامل دوري الأبطال، وإلى حامل البرشا الذي يفوز وقائده بويول باللقب التاسع المرة الأولى في 83. هذا هو رقم قياسي على المستوى الأسباني، المرة الثانية